لو بتحب البقلاوة المقرمشة والطعم اللي يدوب في البق، الفيديو ده معمول علشانك. هنحتاج جلاش وسمنة سايحة وفستق مطحون وشربات جاهز، مش أكتر من كده. هندهن القالب ونبدأ نفرد طبقات الجلاش طبقة طبقة وندهنها بالسمنة زي ما حضراتكم شايفين كده. كل طبقة هنرش عليها السمنة والفستق ونحط طبقة الجلاش اللي بعديها لغاية ما نعمل كذا طبقة حلوين كده. بس أهم حاجة ما تبخليش بالسمنة علشان تطلع مورقة ومقرمشة. عايزة أقول لكم الريحة لوحدها تجنن. زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، طبقات ونحط السمنة ونحط الفستق، طبقات ونحط السمنة ونحط الفستق لغاية ما نخلص آخر طبقة خالص، ونبتدي ندهنها كلها بالسمنة. وبعد كده إن شاء الله هنبقى نقطعها. آخر طبقة خلاص حطيناها، نرش عليها السمنة وبعد كده نبتدي نقطعها بالشكل اللي نحبه، مربعات أو سمبوسكات، كله حلو. احنا قطعناها مربعات، دلوقتي هندخلها الفرن عشان تاخد اللون الذهبي الجميل اللي يفتح النفس. واول ما تطلع من الفرن ان شاء الله هنبتدي نسقيها بالشربات البارد، وبالهنا والشفا. جربيها وقولي لي رايك، وما تنسوش اللايك والشير. تحياتي ليكم، وان شاء الله نشوف بعض في فيديو جديد. بس ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وبشكركم شكرا جزيلا. مع السلامة.